كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. لزوم السحور هعمل أحلى فول، أحلى طبق فول معمول من إيديك الحلوين، طعمه جنان ولونه زي بره وأحلى حبتين، دايب دوبان والمكونات بسيطة كمان. هنتعلمه على أصوله واوعي تشتريه تاني ووفري فلوسك. وبنص كيلو فول هنعمل كمية ونوفر ونخزن ونطلعه على طول. يلا بينا تعالوا نشوف المقادير. اول حاجة انا معايا نص كيلو فول، نقعته وسبته ليلة كاملة وعصرت عليه نص ليمونة. تاني يوم قمت الصبح شكله نفش كده وكده يبقى مظبوط معانا. نصفيه ونجيب بقى الدماسة الفخار بتاعنا، نبدأ نعبي الفول في الدماسة. لونه فاتح وجميل بسبب نص الليمونة اللي انا عصرتها وهو بيتنقع. معايا 3/4 كوباية من العدس الاصفر، هغسلها كويس جدا وهصفيها وهبدأ اضيفها. بس هي دي المكونات. هولع العين اللي هي الوسط، ولازم احط شياطة من تحت او اي صاجة عشان خاطر الفخار ما ينفعش يتعرض للنار على طول. هبدأ بقى اضيف الفخار على نار عالية، واول ما يغلي هوطي النار واسيبه على نار هادية اقل من الرز كمان لمدة 4 ساعات، وما افتحش عليه نهائي واقفله كويس جدا. عايزين تحطوا كيسة الاول وبعد كده تغطوه ماشي تمام عشان ما يطلعش منه البخار. بعد 4 ساعات بالظبط هعمل الخلطة دي. هحط كوباية من المية المغلية وعليها ليمونة، وعليها معلقتين صلصة كبار، وعليها معلقتين نشا. هقلب الخلطة كويس جدا جدا وهضيفها على الفول بعد 4 ساعات. وبعدين هقفل عليه تاني بعد ما اقلب الفول واسيبه على النار هادية برضو كمان ساعة او ساعتين لحد ما تفتحي عليه تلاقي الفولة تضغطيها بايدك كده وتلاقيها دايبة ولونه يبقى تحفة زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا نعمل طبق الفول. حطيت شوية زيت و3 حبات من الطماطم الوسط، وهقلبهم شوية كده في الزيت، وبعد كده هخلي النار وسط وغطي واسيبهم يتسبكوا او الطماطم تدبل شوية. اول ما الطماطم دبلت انزل بقى بالفول بتاعنا اللي لونه حلو ودايب دوبان. شايفين اللون؟ تحفة. هسيب لكم المقادير في اول تعليق لو بتتابعوني من على الفيس، ولو بتتابعوني من على اليوتيوب هسيبها لكم في صندوق الوصف. المقادير مظبوط. اللي عايز بقى يهرس الفول يهرسه، اللي عايز يسيبه بيحبه كده يسيبه. انا بقى هرسته نص هرسه كده وخلاص. هقلبه تقلبتين واشيله من على النار. خلاص شيلته من على النار. نبدأ بقى نعصر نص ليمونة ونص معلقة كمون والملح حسب الرغبة، وهضيف حوالي معلقتين من الطحينة. كل ده اختياري يا جماعة، اعملوا الفول زي ما انتوا بتحبوه. ودي حوالي معلقتين من زيت الحار، عايزين تحطوا الزيت العادي مفيش اي مشكلة. هفضيه بالطريقة دي. شايفين اللون وطعمه كان تحفة بجد. هضيف بقى من على الوش زيت حار كده وبالهنا والشفا. هوريكم بقى انا بعبيه ازاي عشان خاطر ما يقعش منكم. بجيب الكوبايه واحط في قلبها الكيس وابدا اعبي. شايفين انا بوريكم ازاي هو دايب جدا. هعبي بقى الفول حسب انتوا هتستخدموا الكميه قد ايه، على حسب استخدامكم. هعبي الاكياس كلها وطبعا مش هعينه غير لما يبرد تمام. شايفين الفول تحفه يجنن وقوامه جميل وطعمه تحفه. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم وتعملوه بنفس الطريقة، ان شاء الله ينجح معاكم ولونه يبقى احلى من بره وكمان طعمه احلى واحلى ودايب معاكم. انتظروني ان شاء الله في وصفات اكتر توفير ووصفات جديدة وافكار جديدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ودعموني وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واعملوا شير لاصحابكم عشان يستفادوا. ومع السلامة.